أنساتي سادتي متابعي أكبر المواعيد الكروية الأفريقية، طابت أوقاتكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء الفل للناس الكل. ليلة غير عادية في استاد القاهرة الدولي بحضور عملاقين من عمالقة القارة السمراء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين المستضيف نادي الزمالك المصري والضيف نادي الرجاء البيضاوي المغربي، مع التذكير وأن مباراة الذهاب في كازابلانكا انتهت بفوز نادي الزمالك بهدف ل0 من توقيع النجم المغربي أشرف بن شرقي. 8 ألقاب يا سادة في الميدان، 5 للعملاق القاهري و3 للكبير الرجاوي. يزيد من اشتعال النار في هذا المشوار. أكيد كل الجماهير في المغرب وفي مصر وفي أرجاسي محمود الونش في آخر اللحظات تقرر أن يكون أساسي تنازلي لقمة النار الزمالك والرجاء. طويلة من انقال لكن بعيدة، والحارس محمد أبشيكو هو محاولة تسجيل هدف مبكر. التصويب التاردة يوزع عبد حفيظي اللي يوزع كرة بالراس بين مانونجو إصاب والركنية. هدف كرة مغربية بدر بانون، هذه كرة بظهر محمود علاء. تورا لنتأكد من هذه الكرة للكابتن محسن متولي. نار 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 يا حبيبي، نار. قمة المشوار. المشاورات طبعا للحكم ماكيت ندياي وركن دفاع ليفربول، وكرة ضيعة يوزع وبالراس الخطورة في هذه الكرة، والمصاب هو أشرف بن شرقي. نقاش كبير من لاعبي الزمالك مع ماكيت ندياي، والكرة يقول بضربة مرمى. محاولة رهيبة، مكيرة خطيرة مخيفة من أشرف بن شرقي. متولي يوزع، رائع ممتاز. الحارس محمد أبو جبل بالفعل هو جبل في الهواء، والصبر أحسن دواء. كرة سهلة في الهواء والصبر أحسن دواء. كرة سهلة. جايمي باتشيكو يرفع المعنويات. عبد الله جمعة يوزع تدخل شرفية لاستاد القاهرة الدولي. كرة يلزمها الحسين بولت للالتحام، ومالونجو يوزع. عملاق بألقابه الثلاثة بالشعبية الشارفة في المغرب سفيان الرحيمي يتألم. هنالك إصابة على مستوى الكاحل الأيمن للنجم المغربي سفيان الرحيمي. بعيد الكرة، ضربة متولي حرر ومع سفيان الرحيمي، وكرة تدخل لمصطفى محمد وتسمو حفيدي. كرة رائعة، تأمين لمصطفى محمد. وفي هذه اللحظة يعلن الحكم السنغالي ماكيت ندياي على نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0. سيداتي أنساتي سادتي، نعود بكم إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة أدوار الشوط الثاني من مباراة نصف نهائي الإياب بين الزمالك المصري والرجاء المغربي. تركنا شوط أول بدون أهداف، نتيجة تؤهل مبدئيا وقتيا نادي الزمالك. والخطورة والتسويق، جول! النسور الرجاوية المغربية يا سادة، اتحلق في سماء الكرة المصرية. الرجاء المغربي مالونجو يبقى دائما متحدي، ملوك الرحلات، اصحاب السعادة في كل الاوقات. اخضر وابيض اللون من اجمل ما يكون، يسارية كونغولية. محمد واميرة على اساس عدم اضاعة الوقت قد يندم على هذه الفرصة. اشرف بن شرقي
صاحب الهدف الوحيد في يرد ويصد، الصد والرد مرة أخرى فرجاني، جول يا فرجاني يا فرجاني يا فرجاني يا محقق كل الأماني، هو الفرجاني بقوة الهندسة يا زمالك يا مدرسة، قالوا فيك أشعار وأشعار يا فرجاني يا مغوار، أبيض وأحمر مجمل لونك، هات فنونك هات جنونك، معود إلى الإبداع بنجوم القوية ساسي بن شرقي والبقية. السلطان يظهر من جديد ويبان، وللألقاب ديما عطشان، هو مسعدهم بيعطي السعادة فرجاني ساسي. حكاية الزمالك حكاية شعب من زيزو، تصويب والعشاق الفريقين والهروب يوسع سهل الكل. فابريس نقع تصويب لكن سفيان رحيمي بهذه التصويبة ربع ساعة لنهاية المباراة، يتقدم الزمالك في الشكير والتماس، تدخل محمود الهادي والتصويب زاني بصعوبة، واحمد عايد يوزع مقام الثاني والتصويب جابر ويعدي بامتياز زيزو، الزيزو يوزع وبالراس جول 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 جول. فانا مصطفى محمد، الزمالك في الدور النهائي، الزمالك في نهائي الاحلام برأسية بكل الامان. ناسي وكورة بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر، وفيها جول فيها جول، الهدف الرابع جول على طريقة رونالدو، زيزو بونو زيزو بونو، الهدف الثالث لنادي الزمالك بانهيار طبيعي للانتباه المغربي بالمجاز، ويعطي كورة وحده عقاب زملكاوي أشرف بن شرقي بكورة عالمية من فرجاني ساسي، فرجاني بطل الأبطال أشرف بن شرقي. كرة سريعة لمالونجو، كرة ممتازة والخطورة والتسويق، جول النسور الرجوية المغربية يا سادة، اتحلق في سماء الكرة المصرية الرجاء المغربي مالونجو، يبقى دائما متحدي، ملوك الرحلات، أصحاب السعادة في كل الأوقات، أخضر وأبيض اللون من أجمل ما يكون، يسارية كونغولية. طلب كرة من مصطفى محمد، عبد الله جمعة يوزع في القائم الثاني وفرجاني التصويب والدفاع يرد ويصد، الصد والرد مرة أخرى فرجاني، جول يا فرجاني يا فرجاني يا فرجاني يا محقق كل الأماني، هو الفرجاني بقوة الهندسة يا زمالك يا مدرسة، قالوا فيك أشعار وأشعار يا فرجاني يا مغوار، أبيض وأحمر مجمل لونك، هات فنونك هات جنونك، ماضيك شيء كبير، حاضرك مع الفرجاني مثير. الزيزو يوزع وبالراس جول. فانا مصطفى محمد، الزمالك في الدور النهائي، الزمالك في نهائي الاحلام برأسية بكل الامان. شوف فنيات ساسي وكورة بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر، وفيها جول الهدف الرابع جول على طريقة رونالدو،
زيزو بونو زيزو بونو. الهدف الثالث لنادي الزمالك بانهيار طبيعي للدفاع المغربي بالمجازفات الطبيعية للكرة المغربية. من كان يقول بعد نهاية الشوط الأول وأن الزمالك سيقلب الدولة؟